يا اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتور انجي مجدي، استشاري التغذيه العلاجيه، عضو الجمعيه المصريه لدراسات السمنه، دبلومه التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، ماجستير التغذيه العلاجيه جامعه القاهره. معاكم دايما على الفيديوهات بتاعتنا بنتكلم على كل النصايح اللي تخص جسمك وصحتك ورشاقتك، سواء ست او راجل او طفل. مبسوطه جدا لكل المتابعين اللي عاملين لنا فولو، دايما بيدعمونا بالكومنتس باسئلتهم وباستفساراتهم، واحنا دايما معاكم مبسوطين لاي حد عنده اي كومنت او اي استفسار. يا رب دايما عند حسن ظنكم. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. ايه الفكره ان انا اعمل دايت اخس وحد يعمل دايت يقع؟ بمعنى ليه كلنا مش بنخس بنفس الارقام؟ ليه كلنا مش بننجح في الدايت؟ النجاح الدايت مختلف من شخص لشخص. ليه انا وجوزي نعمل نفس الدايت وبناكل من نفس الاكل، هو يخس وانا اتخن او انا اثبت؟ الفكره كلها ان احنا مش واحد. احنا جايين نجاوب على السؤال ده، ليه حد ممكن ينجح في الدايت وحد ممكن يفشل؟ السر بيكون في الشخص نفسه، هو فهم وعرف يعني ايه دايت، ان الدايت مش مجرد اكل انا باكل بكميه قليله او بحرم نفسي، لا هو لايف ستايل وتغيير لللايف ستايل اللي انا ماشيه بيه، تغيير لطريقه تفكيري. بقدر اعمل فرق في جسمي ملحوظ طول ما انا غيرت عقلي وغيرت المنتاليتي بتاعتي. بتجيلنا ناس اول ما تدخل تقول لي يا دكتور انا حياتي مش عاجباني، انا حاسه ان انا شخص كبرت وعجزت وعايزه اغير لايف ستايل كله. وفي حد يجي يقول لي يا دكتور انا عندي فرح كمان شهرين وعايزه اخس باي طريقه. تفتكروا مين ينجح فيهم اكتر؟ اللي داخل يغير لايف ستايل، ولا اللي حاطط مده زمنيه معينه للدايت وبعد كده مش مهم الباقي؟ ده شخص هينجح جدا لان هو غير لايف ستايل، غير صحته، غير مشاكله الصحيه، بدينا نحط ايدينا عن سبب المشكله ونعالجها، غيرنا طريقه تفكيرنا. لكن ده شخص بيستهدف فتره زمنيه علشان يحقق تارجت وبعد كده خلاص مش مهم معاه اي حاجه تانية. الشخص اللي بينجح في الدايت، لو انت واحد منهم، لازم تعمل كده. لازم تغير نمط حياتك، مش عقاب مؤقت، مش دايت مؤقت، مش فترة زمنية، وتبدأ بخطوات بسيطة وتستمر. مش بحط اكسبكتيشن عالي او انا عايزة اخس 10 كيلو في اسبوعين وماليش دعوة لو ما حققتهمش مش هلعب ومش هكمل. خطوات بسيطة هتخليني اكمل. بركز على العادات اللي انا اعملها، مش بس ميزان، مش شايل الميزان على قلبي وماشي بيه وبعاقب نفسي بالميزان. انا خسيت يبقى هكافئ نفسي، انا تخنت فهعاقب نفسي وهحرم نفسي اكتر. فالميزان مش عقاب، لا انا بركز على عادات، كل يوم بكتسب عاده صح. بفهم يوم ان اليوم بتاعي مش مثالي ومش نهايه العالم. انا حطيت في سيتويشن هاكل فهاكل، بس هاخد بالي من الكميه، ومش هحط ان انا اعاقب نفسي ولا انا عامله دايت واخده ركن وجايبه اكل معايا ومحافظه بشكل قاسي على نفسي. شخص بيركز كويس جدا، مش بس في ميزانه وزي ما بقول لكم شايل هم الميزان، لا هو بيركز في مقاساته، بيركز في شكله، بيركز في طاقته، بيركز في نومه، بيركز في نفسه، بيركز في خفية جسمه. هو ده شخص نجح في الدايت ونجح ان هو يغير عقله. بيتعلم يعني ايه اكل، بيتصالح مع الاكل، بياكل صح مش بياكل بحرمان. يعني هو فاهم ايه الاكل هيديه طاقة، ايه الاكل هيدخل على جسمه بالفيتامينز، ايه الاكل اللي هيصحح نسبة مقاومة الأنسولين أو يظبط سكره، إيه الأكل اللي يظبط الضغط، إيه العادة اللي هتخلي جسمي تاني يوم يصحى بطاقة. فكل يوم بيتعلم ويفهم ثقافة الأكل وبيصلح علاقته بالأكل، فده شخص ناجح جدا. اما للاسف الشخص اللي عايز يفشل في الدايت هيعمل الحاجات دي، هيحرم نفسه من كل الاكل اللي بيحبه، يشوف ايه اكتر اكل بيحبه يروح يمنعه تماما عشان يقسى على نفسه اكتر، يعيش في حرمان، عايش على سلطه بس، يقعد بال 12 ساعه ما ياكلش، يحرم نفسه من خروجه معينه او انبساط وسط اصحابه عشان هو عامل دايت، فبيتحول الدايت لأتب واقف على ظهره، لا انا عامل دايت وماشي بيه. يبدا بحماس عالي يجي لي، لا لا لا, لا انا اديله مثلا رغيف او رغيف ونص على حسب الكالوريز بتاعته، لا 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 انا هاكل ربع رغيف، لا 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 انا همنع عيش. فيدخل بحماس عالي جدا جدا وبيتعب جدا جدا ونفسهم بيتقطع. فاللي بيدخل لنا باكسبكتيشن عالي او رقم كبير او بحماس عالي، فبقول له خد بالك الحماس العالي بيجي بنتيجه عكسيه.
اول ما يتوزن ويلاقي الميزان ثابت يحبط ويبطل دايت، عامل زي لاعب الكوره اللي بينزل عايز من اول لمسه يجيب جون، لو ما جابش اول لمسه جون هو خلاص فقد طاقته وفقد السيطره على نفسه ويقول انا مش لاعب. لا، الميزان مش كده. لو انت من الناس اللي بتشيل الميزان وبتحبط بسرعه من الميزان، ما تتوزنش، اعتمد على شكلك ومقاساتك وصحتك. بيدور على نتيجة سريعة، أي دكتور، أي دايت، أي صفحة على النت، أي علاج بيجيب نتيجة سريعة هو بيجري وراه، هو بيدور على نتيجة سريعة مش أفضل نتيجة. وفي فرق ما بين الاتنين، أسرع نتيجة بتبقى أي وسيلة هستخدمها، لكن أفضل نتيجة اللي هتعود بالصحة على جسمي ومناسباني ومناسبة لصحتي. يقع بعد اول غلطه، يعني ايه؟ عكايه، اتعزم في عزومه، اتقدم له اكل بطريقه مفاجاه، اول ما يقع او اول ما يعك عكايه، لا انا مش لاعب، انا مفيش امل فيا، انا استسلمت، انا شخص بحب الاكل وهاكل وبشراهه، بعد ما كان جاي بحماس عالي جدا جدا، فبيقع من اول غلطه وبيستسلم وبيكون نفسه قصير، لانه مش فاهم ان الموضوع محتاج نفس طويل واراده وخطه وبرنامج يظبط علاقته بالاكل ويظبط تفكيره ويظبط لايف ستايل بتاعه ويغير جسمه خطوه بخطوه. يبقى لو انت عايز تنجح في الدايت لازم تاخد الموضوع بالراحه بخطوات بسيطه، من غير استعجال، من غير ميعاد معين، من غير يا اما اخس على الميزان يا اما بلاش، من غير ما اركز في مقاساتي، من غير ما اركز في نومي وصحتي، في تحاليلي، من غير ما احدد لنفسي رقم معين، لو ما خسيتوش يبقى انا فاشل. وبلاش نجري ورا الميزان، الميزان كذاب 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 كذاب. الميزان بيتأثر بحالتك النفسية، بالجهاز الهضمي سواء امساك او اسهال، بيتأثر بالنوم، بيتأثر بالاملاح، بيتأثر بالهرمونات، بيتأثر بحاجات كتير جدا. اهم حاجة صحتك، مقاساتك، طاقة جسمك، عاداتك اللي كل يوم بتكتسبها عن اليوم اللي قبله. عادات بسيطة هتعمل فارق كبير في حياتك وتحولك من شخص مش عارف تخس لشخص بتخس بمنتهى الأريحية وببساطة وبلذاذة من غير عقد ولا كلاكيع. اوعى تنسى المية، المية أساسية جدا وبكمية كافية، كل 20 كيلو من وزنك محتاج لتر. لازم تحط الرياضة في يومك، حتى لو كانت حركة في بيتك، حتى لو كانت 10 دقايق بعد كل وجبة، حتى لو كانت مشوار بتحركه في 10 دقايق هاخده في نص ساعة. الحركة أساسية جدا وتكون بشكل يومي أو على الأقل حاجة 5 أيام في الأسبوع. تركز على الأكل الطبيعي مش المصنعات، يعني ما اروحش أجيب مش عارف إيه لايت ولا إيه لايت ولا إيه كالوري بتاعته قليلة وأقول أنا باخد الدايت بتاعي. لا، لازم يكون أكل طبيعي، اكل مزروع، اكل ما فيهوش مواد حافظه، اكل ما فيهوش مكسبات طعم ولون، اكل فيه كميات بروتين كافيه وفيتامينز كافي، سواء خضار او بروتين او فاكهه. لازم تاخد اكل ربنا اللي عامله، مش مصنع فيه كيميكالز كتير. لازم ننام كويس. طيب ايه علاقة النوم بالدايت؟ النوم بيفرز معايا هرمون الجروس هرمون اللي بيأثر على هرمون الكورتيزول وبيأثر على هرمون الانسولين، فبالتالي انا هأثر على عملية الميتابوليزم في جسمي كله. لازم انام ساعات نوم كافية عشان اهضم كويس، اساعد الجسم تاني يوم على حرق كويس. التوتر عدوك في الدايت، قلل التوتر وشيل هم الدايت، او شيل هم كلام الناس، او جاي تخس عشان حد قال لك كلمه مش لطيفه، او قال لك روح شوف لك دكتور يتابعك، او قال لك كلمه تقيله على قلبك. انسى وارمي ورا ظهرك. اهم حاجه صحتك النفسيه، عشان هرمون الكورتيزون بيخلي جسمنا معبي ميه، فانت ما بتبقاش تخنان دهون، انت تخنان ميه. فارجوكوا التوتر عدوك، لازم تكون نفسك مرتاحه ومفيش اي ستريس في حياتك. وانسى الميزان، تابع مقاساتك، خد جدول المقاسات بتاعتك من بالمزوره حوالين البطن، الرجل اليمين والرجل الشمال، الدراع اليمين والدراع الشمال، وراقب الارقام دي كل اسبوع كده زي الفل، وانت مراقب نزولك بطريقه صح جدا. اعمل انبادي اول الشهر واخره، انبادي يطلع لك نسبه العضلات ونسبه الحرق ونسبه الدهون، وراقب الارقام دي بعد اسبوع بعد شهر، وشوف الارقام دي بتنزل قد ايه. انت هتلاقي تغيير جدا في حركه الدهون في جسمك وزياده الكتله العضليه وفي حرقك كمان.
معلومات مهمة لازم تركز فيها وتعرفها كويس جدا، ان الدايت اللي مناسب ليك هو اكتر دايت تقدر تكمل عليه. الدايت اللي انت تحبه، اللي ما تحسش ان انت تعبان وبتعمله باجهاد او بتعمله بحرمان او بتعمله وانت مش قادر وانت مش حابب الاكل اللي مكتوب فيه، ده دايت مش مناسب ليك. يبقى اكتر دايت مناسب ليك هو اللي تقدر تكمل عليه، وهو نظامك المثالي تقدر تستمر عليه فترة طويلة من غير ما تحس ان انت عليك اي لود. دي اول حاجة. تاني حاجة، النزول السريع مش في صالحك. النزول السريع ده بيبقى نزول مية وعضلات مش دهون، وبتزيد فرصة الرجوع. يعني تقولي انا خسيت مع قبل كده 10 كيلو في شهر، بس رجعت الشهر اللي بعده 15 كيلو. فاحنا لما بننزل بسرعه بنردهم بسرعه وازيد. الخسسان اللي ببطء افضل كتير من النزول السريع. هتخس ببطء، الدهون هتاخد فتره اطول علشان ترجع، لكن هتخس بسرعه هترجع بسرعه. فالنزول السريع مش في صالحك خالص. ان انا اخس بمعدل نص كيلو لكيلو في الاسبوع نتيجه ممتازه وصحيه، بدون نزول عضلات وبدون نزول ميه الجسم وبدون نزول الفيتامينز والحديد والمينرالز اللي موجوده في جسمي، من غير وقوع للشعر، من غير ما يبقى فيه لود على الكبد والكلى. فافرح بالنص كيلو، ما تقوليش نص كيلو بس. ده انا في حاله قالت لي انا لو خسيت نص كيلو بس في الاسبوع انا اروح انتحر احسن. يعني انتم فاهمين العقليه ازاي؟ انا محتاجه افهم ان النزول الصحي بمعدل نص كيلو لكيلو فقط علشان احافظ على كل وظائف الحيويه بجسمي ماشيه بشكل مظبوط. ان الميزان والوزن بيتاثر بحاجات كتير زي ما كنا لسه بنقول، بيتاثر بالميه وبالهرمونات وبكميه الاملاح، فما تعتمدش على الميزان فقط، لازم مقاسات ولازم انبادي. لان ببساطه انا لو اعتمدت على الميزان فقط، بس انا جيت بعد اسبوع ما كنتش بلبس بنطلون وبديت البسه، الفرق اللي حصل في مقاس بطني ده مش دي نزول، مش ده دهون. لو انا مثلا كنت بقيس بنطلون ولقيته وسع لدرجه ان انا احتجت حزام، الفرق ده فرق نزول. يبقى الميزان ثابت لكن مقاساتي بتتغير، يبقى انا افرح بان انا نازل مقاساتي، انا نازل دهون. اسال نفسك كام سؤال: انا بعمل دايت لفتره معينه ولا بغير اسلوب حياتي؟ لو انا بعمل دايت علشان عندي مناسبه، ده مش دايت ناجح. لو انا بغير حياتي يبقى انت ماشي مظبوط. هل الدايت اللي انا بعمله ده مناسب ليا مفرحني، ولا عامل لي لود وضغط واكتئاب ومتضايق وحرمان وعدم خروج وجلد النفسي؟ هل انا ببني عاده صحيه اقدر احافظ عليها طول حياتي، ولا نتيجه مؤقته عشان ارضي نفسي وارضي الدكتور؟ الاسئله دي هتساعدك كويس جدا ان انت تنجح في الدايت بتاعك، وكل عاده تكتسبها من الدايت كمل عليها وحافظ عليها. اخر حاجه هنصحك بيها: النجاح في الدايت مش انك تبدا بقوه، ولا انك تبدا بحرمان، ولا انك تعمل انجاز اكتر من حد تعرفه. النجاح انك تكمل لما تبدا تحس ان شغفك قل. مش لازم نقارن نفسنا ببعض، ومش لازم احط حد قدامي انا عايزه اوصل لكده وش معنى ده خس اكتر مني. المهم ان انا اكتسب صحه كويسه، اشتغل بحماس واكمل واوصل لهدف حلو واثبت عليه. الدايت مش ابيض واسود بس، الدايت ابيض واسود ورمادي. يعني مش لازم تعمل دايت 100%، ولا لازم تعك 100%. لو انت فقدت الشغف حافظ على النتيجه اللي وصلتها لغايه ما يرجع لك حماس البدايات. اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. سيبوا لنا اي اسئله لو تحبوا نعمل سلسله جديده فيديوهات، انا تحت امركم. مبسوطه خالص ان انا معاكم. شكرا، واشوفكم دايما باحسن صحه واحسن حال.